ودابا جيبوا لي اكبر بطاطا عندكم واجي نصايبوا هاد البطاطا المعمره اللي كيحماق عليها الصغير والكبير. اول حاجه ملي مشيت نتقدى عزلت البطاطا اللي كتكون كبيره، غسلتها مزيان وقشرتها وقطعتها في النص بهذا الشكل هذا، ضروري خصها شويه الخاطر. من بعد كنفرغها من الوسط، البطاطا اللي حيتها من الوسط كنحتفظ بها وكناخذ واحد الصينيه كبيره كنستف فيها القوالب ديال البطاطا، وكندوز كنرشهم بشويه الملحه شويه ديال البزار والزيت وكندهنو مزيان، ندخلهم الفران من الفوق ومن التحت حتى كيطيبوا. كناخذ مقيله باش نصايب الحشوه، بصيله مشلضه، زيت البلديه، الثومه، نشحر كلشي مع بعضياته، كنزيد لهم طريفات ديال الدجاج، الملحه، السكينجبير، عندي الخرقوم، البزار والربيع، خلطوا كلشي مع بعضياته وشحروه مزيان وحيدوه على جنب. هنايا غندوز البطاطا ديالي غادي نسلقها مع مليحه وغادي نصفيها وغنديرها في الهاشوار، غنزيد معها شويه ديال الجبن وشويه ديال لا كريم اولا الفرomاج وكنطحنها مزيان وكنحصل على واحد لا بيغي يا سلام. تقدروا تنسموها حتى بالربيع. من بعد ما كنخرج القوالب ديالي ديال البطاطا كنعمرهم بديك لا بيغي، ومن بعد بداك الدجاج وكنزيد عليهم هنايا شي حاجه ضروريه البيشاميل. كندير المستحضر ديال البيشاميل مع الحليب نخلطو مزيان فوق البوطه واحد 3 دقائق راه كيجمد ليا صافي. كندوز ندير البيشاميل. عرفتوا هاد البيشاميل كيفاش كتجي زوينه؟ كندير البيشاميل من الفوق وكندير شويه ديال الفرomاج غابي وكندخلها الفران تكغاتينا وكتخرج ليا يا سلام.